في غلطات لازم تتعمل عشان تكبر وتتغير. الغلطات دي اتعملت مخصوص عشان تتعلم منها وتعلمك حاجات كتيرة قوي عن نفسك. لو ما غلطتيش عمر ما هيبقى عندك وجهة نظر ولا شخصية ولا تجارب، ومهما كنتي محرجة من أخطائك اللي انت عملتيها في الماضي دايما فكري نفسك باللي اتعلمتيه من الأخطاء دي. ولو غلطتي في أي شخص افتكري ان هو مش مجبر ان هو يسامحك، ولو قرر ان هو يسامحك فهو من حقه يختار الوقت اللي هو شايفه مناسب عشان يسامحك عن الغلط ده. كل اللي تقدري تعمليه انك ما تكرريش الغلط ده تاني، وانك تاخدي عهد انك تعاملي الناس بطريقة احسن المرة الجاية. وانا دايما بفضل انك تشاركي في معركة الحياة وتكسبي وتغلطي احسن من ان انت ما تشاركيش خالص وتبقي في المنطقة الامنة بتاعتك. ودول 10 حاجات انت لازم تغلطي فيهم عشان تكتسبي مهارات هايله في حياتك. قبل اي حاجه احب اعرفك بنفسي، انا مريم عوزه ودي قناتي وانت منوره الكوكب كله. انا بعمل فيديوهات بتتكلم عن الامومه والطفوله، العلاقات والريليشن شيب والحب والارتباط، وكمان بعمل ريفيوهات عن حاجات كتيره جدا انا بجربها. لو مهتمه بالمحتوى ده فما تنسيش تعملي لي اشتراك في القناه وتفعلي زر الجرس. لما تنوي ان انت تمشي في الحياه وخايفه ان انت تعملي غلطات في الحياه فاحنا كده ماشيين غلط، اوكي؟ فخلينا نمشي بقى. النهارده هقولك 10 حاجات لازم تغلطيهم في حياتك. اول حاجه لازم تثقي في الشخص الغلط عشان تعرفي ان الثقه دي حاجه غاليه قوي، فما ينفعش ان انا اثق في اي حد كده ماشي وخلاص. لازم تثقي في شخص وتقولي هو ده، وتلاقي ان ده الشخص اللي بيكسر ثقتك فيه وتندمي وتقولي انا ازاي وثقت في شخص وحش بالمنظر ده. وقتها هتعرفي ان ثقتك دي مش ببلاش وما بتمشيش توزعيها على الناس، لكن الثقة بتتبني انك تختبري الشخص ده مرة واتنين والف قبل ما تحطي فيه ثقتك. تاني حاجة لازم تقولي ايوه وحاضر ونعم على حاجات انت مش عايزاها ومش مقتنعة بيها ومش طايقاها، عشان بعد كده هتوصلي للوقت اللي هتعرفي فيه قيمة كلمة لا. مرة واثنين وثلاثة قلتي على حاجات انت مش عايزة تعمليها، زي مثلا انك في شغل والشغل ده انت بتتعرضي فيه للاحتراق النفسي والجسدي، وكل مرة بتقولي للمدير بتاعك حاضر ونعم وطيب. لازم تفضلي تقولي كده لغاية لما توصلي لمرحلة اللي هو لا انا مش هعمل التاسك دي، فوقتها تبقي عارفه من جواكي وحاسه بقيمه كلمه لا اللي انت قلتيها. على فكره لا دي صعبه قوي ان احنا نقولها بجد، يعني من اصعب الحاجات اللي احنا ممكن، دي مهاره ان انت تكتسبي ان انت تقولي لا في الوقت اللي انت رافضه فيه تعملي الحاجه دي. ثالث حاجه لازم تحاولي وتفشلي، لان طبيعي اول حاجه عشان تنجحي انك لازم تحاولي. فشلتي حلو، مش هنجرب التجربه دي تاني، هنحاول بحاجه تانية. يعني مثلا انا هحاول ان انا ادور على شغل، فانا دورت على لينكد ان ونزلت ودورت في كل حته عشان الاقي شغل. رحت وعملت انترفيو وفشلت. هو ده النجاح، ان انا عملت انترفيو ففشلت. فمن هنا هتيجي نقطه تانية اللي هو اشوف بقى، هو انا كاتبه السي في وحش؟ هو انا اديت وحش في الانترفيو؟ هو لما كان سالني على السؤال الفلاني كان المفروض ان انا اجاوب اجابه تانية؟ هنا انت فشلتي فانت اتعلمتي، فده بتبقى اول خطواتك عشان توصلي للنجاح. الفشل هيعلمك تقفي على رجليكي. رابع حاجه لازم تضيعي وقت. زي ما بقول لك كده، لازم تضيعي وقت مع صحاب، وبعد كده تكتشفي ان انت ضيعتي وقتك معاهم في علاقات فاشله، في شغل ما كانش مناسب ليكي ولا بيضيف لك خبره ولا بيضيف لك فلوس ولا بيضيف لك اي حاجه، في قرارات خدتي قرار ما يناسبكيش. لازم تضيعي وقت في كل ده، عشان لما تضيعي وقت في الحاجات دي كلها هتعرفي وقتها ان قيمه وقتك اغلى بكتير جدا من ان انت تضيعيه مع واحده صديقه ما تستاهلكيش، او في شغل بيعرضك للاحتراق النفسي، او في قرارات هتضرك بعد كده. فلازم تضيعي وقت عشان بعد كده تعرفي قيمة وقتك. خامس حاجة لازم تغلطي فيها وهي انك تتمسكي بشخص غلط، وانك تتمسكي بحاجة انتهت، علاقة انتهت، شخص قرر ان هو يسيبك تفضلي متمسكة بيه وانا هكمل، انا هفضل وراه، انا هترجاه عشان يكمل معايا. بالمناسبة انا عاملة فيديو تحفة عن لو انتي حد سايبك وانت قررتي ان انت تترجيه عشان يفضل معاكي، هتلاقي اللينك بتاعه فوق في الاي او تحت في الديسكربشن بوكس، وبشوفيه. لما تتمسكي بعلاقه انتهت او بشخص سايبك الموضوع ده مؤلم
قوي، هيعلمك ان ده اسمه تعلق ومش اسمه حب، انك متعلقه بالشخص ده او متعلقه بالعلاقه دي، لكن ده مش حب وعمره ما كان حب. الحب بيبقى فيه مودة ورحمة. سادس حاجة، لازم تسمحي لحد ان هو يقلل منك حتى لو مرة واحدة في حياتك. الموضوع انا عارفة ان هو غريب قوي، انك تقبلي ان حد يقل منك ومن شكلك ومن شخصيتك، بس انا طول الوقت بقولك اوعي تسمحي لحد ان هو يقل منك طبعا. لكن لو انت ما دقتيش طعم ان حد يقل منك، ما دقتيش حتة ان حد يكسر نفسك، مش هتعرفي تحطي حدود، مش هتعرفي تبقي قوية. لما مرة يتقل منك قدام الناس او تحسي ان انت تقل منك جامد، وقتها هتعرفي ان احترامك لنفسك اهم من اي حد واي حاجة، وانك ترضي نفسك اعظم حاجة في الدنيا. سابع حاجة، لازم تغلطي في حق نفسك. الموضوع غريب شوية صح؟ بس انت لازم عشان تعرفي قيمة نفسك بعد كده، يعني تهملي في نفسك، في مظهرك، في شكلك، في اي حاجة تخصك، او انك تقارني نفسك بالناس. وقتها هتعرفي ان اهم حاجة في الدنيا هو اهتمامك انت بنفسك، هتعرفي قيمة اهتمامك بنفسك. تامن حاجة، لازم تجربي حاجة لأول مرة وتعرفي بعد كده ان هي مش مناسبة ليكي. زي مثلا انت حلم حياتك انك تشتغلي ميديكال ريب، هتموتي ان انت تشتغلي ميديكال ريب، بس انت اصلا مش بتاعت لف ودوران. فانا لازم ان انا اروح واجرب واشتغلها واتاكد ان انا مش بتاعت لف ودوران عشان بعد كده اقبل بشغل اداري يناسبني. لازم تجربي حاجه غريبه عليكي عشان تعرفي ان دي ما تناسبكيش، لكن لو ما جربتيهاش هتفضلي طول الوقت بتحلمي وبتتمني يا لو كنت الحاجه دي. لازم تجربيها عشان تعرفي ان خسارتها مكسب ليكي. تاسع حاجه، لازم تخافي، وهنا تخافي انك تجربي تعملي الحاجه حتى وانت خايفه منها. الشجاعه مش ان هي عدم الخوف، الشجاعه انك تعملي الحاجه رغم ان انت خايفه منها. لازم تعملي كده، لازم تمشي في الحاجه حتى وانت خايفه منها. عاشر حاجه، لازم تسامحي نفسك، ودي اهم حاجه في ال10 حاجات اللي انا قلتها، لان اكبر غلطه الناس بتعملها ان هي بتفضل تعاقب نفسها على قرار هي خدته زمان وقت ما هي كانت أقل في الخبرة وأقل في المهارات. يعني أنا ممكن أعيش 10 سنين بأنب نفسي وبأنب ضميري إن أنا كنت مرتبطة بشخص مش مناسب، إن أنا مش قادرة أسامح نفسي إن أنا عملت كده في نفسي. بيقعدوا بالسنين. ممكن واحدة تفضل تأنب نفسها إنها ما ذاكرتش كويس في ثانوية عامة وهي دلوقتي اتخرجت وبتشتغل أصلا، بس إزاي هي ما ذاكرتش وما بقتش دكتورة؟ حبيبتي الموضوع انتهى، بس هي كل يوم بتجلد نفسها. سامحي نفسك على قراراتك وعلى الحاجات اللي انت عملتيها زمان، لان هي اللي وصلتك دلوقتي ان انت تبقي قوية. فلو سمحتي قدري الخبرات اللي انت مريتي بيها، وقولي لنفسك برافو انك مريتي بكل ده وان انت لسه صلبه وان انت لسه مكمله. عايزاكي تبقي فخوره بنفسك، مش بس تسامحيها، سامحيها وخليكي فخوره بكل حاجه هي عملتها. في النهايه ما تزعليش من اي حاجه انت غلطتي فيها زمان، ودايما اسالي نفسك الغلطه اللي انا مريت بيها دي علمتني ايه، لان في فرق كبير قوي بين شخص غلط وشخص قرر ان هو يتعلم من غلطه. ولو انت اتعلمتي يبقى الغلطه اللي عملتيها دي عمرها ما كانت خساره، دي تمن نضجك النهارده. وبس كده، ده كان الفيديو بتاع النهارده، اتمنى يكون عجبك. لو عجبك ما تنسيش تعملي لي لايك، لو عندك اي تعليق، اي استفسار، عايز تساليني على اي حاجه في الدنيا، اكتبي لي تحت في التعليقات، انا بشوفها كلها وبرد على كل الناس. وما تنسيش تشاركي الفيديو ده مع صحابك، وشكرا جدا على وقتك.